ورفع عليها قضية زنا واتحكم عليها بسنتين عشان خاطر ايه؟ الزنا، قضية الزنا. اما محمد عليوة فاتحكم عليه. حكمت المحكمة حضوري وبإجماع آراء أعضائه بمعاقبة المتهم محمد عليوة جمال عليوة بالإعدام شنقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا النهاردة نروح لبيت جمال الشاب المكافح اللي كان بيشتغل في إحدى الدول العربية، وكان بينزل أجازات قصيرة ويرجع تاني على أساس إن هو الراجل كان بيكون نفسه. ونزل في أجازة من الأجازات وراح تقدم لواحدة في أجا في الدقهلية اسمها أمال. لما شافها أعجب بيها، وهم كمان لما شافوه أعجبوا بيه. الراجل يعني بسم الله ما شاء الله راجل شيك وشاب وعنده عربية ومكون نفسه، فالأهل على طول وافقوا عليه وهي كمان وافقت عليه وحصل الزواج. وفي ليلة العرس، في ليلة الفرح، هو طبعا عزم صحابه وكان من ضمن صحابه واحد اسمه محمد عليوة. العروسة وهي في الزفاف وهي لسه في الكوشة شافت محمد عليوة بص لها، هي بصت له. الاتنين يعني كان في نظرات بينهم، بس الواد اعجب بيها اللي اسمه محمد عليوة وهي كمان يعني. وبعد ما اتجوزوا خلاص بقى وقضوا مع بعض شهور، وهو كان بينزل برضه ويرجع، وخد بعضه رجع تاني الدولة العربية وينزل تاني ويروح ويرجع وخلف ولاده وكل حاجة. ولكن للأسف كانت على علاقة بالولد اللي اسمه محمد عليوة. قدر ان هو يدخل البيت اللي هي ساكنة فيه هي واهل جوزها. كان بيدخل في الاول خالص عمل حجة ان هو عايز رقم التليفون بتاع جمال علشان خاطر يتصل بيه لانه هو وحشه. ولما دخل عندهم البيت قدر ان هو يجيب رقم تليفون امال، وبدأ ان هما الاتنين يتكلموا في التليفون، والاتنين حبوا بعض. وللأسف بقى يروح لأمال ويدخل البيت من غير ما حد ياخد باله ويطلع لها، لغاية ما الناس خدت بالها وأهل جمال كمان خدوا بالهم وقالوا له، اتصلوا بجمال وقالوا له إن مراتك بيطلع لها صاحبك محمد عليوة وإحنا مش عارفين نتصرف معاه إزاي، وقلنا لها أكتر من مرة وهي بتنكر. جمال مش عارف ينزل اجازه. عمل ايه؟ اتصل بمراته وقال لها خدي بعضك وشنطتك وروحي عند ابوك يقعد عنده لغايه ما انزل. ليه؟ عشان خاطر كان عارف ان ابوها راجل جامد وراجل حازم وهيقدر ان هو يربط عليها جامد. خدت بعضها وخدت العيال وراحت عند ابوها. ابوها طبعا كان بيخليهاش تتحرك لا يمين ولا شمال الا بحساب. وفي يوم من الايام قالت له يابا انت بتتعب في الارض وفي الزريبه واخوات الصبيان مشغولين، خليني انا ليا الزريبه اللي هي يعني حظيره المواشي، وانت الارض، وانا هنزل اراعي المواشي، وانت خد بعضك انت وروح الارض عادي. طبعا هو هنا الاب قال لها متشكرين جدا يا بنت، ربنا يكرمك، اشلت عني هم شويه. الواد بقى محمد عليوة هنا لما عرف ان هي مشيت من بيت ابوه يعمل ايه؟ جاب تريسيكل وبيع عليه فاكهه، حط عليه فاكهه وبقى يبيع فاكهه ويلف فيه القريه وبتاعه. الناس اتعرف في المكان ان هو بيبيع ايه؟ فاكهه. وكان يجي جنب الزريبه ويقف بالتريسيكل، وهي كانت تنزل طبعا الزريبه، وكل ده اتفاق معاه. مش بتعمل كده لله وللوطن، لا دي نازله الزريبه عشان خاطر انتوا عارفين طبعا عايزه تقابل مين؟ الواد اللي هو والعياذ بالله اللي اسمه محمد عليوة. بدأت تنزل الزريبة وهو يجي لها لغاية ما الناس لاحظت إن المكان ده مفيش سكان، وهي التروسيكل ده بيجي هنا ويجي ساعة ما البنت دي بتيجي. إيه الحكاية؟ راحوا لأبو أمال قالوا له إن في واحد بيقف بفاكهة بتريسيكل قدام الزريبة بتاعتك، ولا شايفين في زباين عليه ولا حاجة، في حتة مقطوعة، وما بيجيش المكان ده إلا معلش يعني إحنا آسفين لما بنتك بتنزل. الراجل لما سمع الكلمتين دول راح قال لبنته، قالت له احنا مش عرفني يابا، واحد بيمر بالفكه بتاعته راجل ارزقي، انا مالي مش عرفني بيه. المهم الراجل عمل ايه؟ تاني يوم الصبح قال لها انا رايح الارض خلاص يابا، وانا شويه وهنزل الايه الزريبه. واتاري هو عمل نفسه ان هو رايح الارض، وراح متداري ورا الزريبه لغايه ما هي لقاها نزلت ولابسه بقى ومشيكه ومسيبه شعرها وبتاع وكده، ودخلت على الزريبه. شويه لقى الواد بتاع التريسيكل جه وراح داخل الزريبه، سابهم شويه وراح داخل عليهم هما الاتنين. وهنا كان للاسف الشديد شاب بنته في وضع يعني بدون ملابس خالص، والواد التاني
نفس الكلام، وشافوا هما الاتنين في وضع جنسي صعب قوي. الراجل جه يهجم على الواد اللي اسمه محمد عليوة، ما قدرش، الراجل عنده 62 سنة. والواد محمد عليوة يعمل ايه؟ يجري على التريسيكل ويجيب السكينة اللي هو بيقطعوا بيها الموز، تمام، وراح نازل على ابوها 21 طعنة، موته طبعا في الحال، وخد بعضه وهرب. وقبل ما يهرب قال لها بكرة تيجي الزريبة، تمام، ويكون معاكي اخ من اخواتك، اسمعي الكلام، خدي بعضك وروحي دلوقتي، وخليه هو اللي يدخل، واول ما يدخل ويشوف كده الوضع ده صوتي، وانا عن نفسي مش هاجي اليومين دول هنا ونختفي عن بعض خالص. قالت له ماشي. راحت تاني يوم بتقول لاخوها تعالى معايا الزريبه. قال لها ليه؟ قالت له تعالى معايا بس عشان خاطر في حاجات بس كده هتعملها لي وهناك جوه. قال لها المهم صممت ان هو يجي معاها. طب وفين ابوك؟ قالت له ابويا كان جه بالليل واخري ونزل الارض النهارده بدري، يعني عليه ما اعرفش. خد بعضه وراح هو وهي الزريبه، خليته فتح، ادخل، فتح بيبص لقى ايه؟ ابوه ميت على الارض. وهي طبعا كانت محضره نفسها للصوات وقعدت تصوت تصوت تصوت. وهنا طبعا الاجهزه الامنيه جت، والناس طبعا يعني لا في كاميرات ولا في حاجه، وده اكيد سرقه المواشي ومش عارف ايه، وحد عايز يسرق المواشي فقتله. فالناس هنا قالوا لا، ده هو كان في بقى واحد بيجي هنا بيتردد هنا كتير وبيقف هنا كتير بالتريسيكل بتاعه. جابوه. مين هو ده بقى؟ محمد عليوي. كان بينزل ساعة ما تكون البنت دي جوه وبتاع، مسكوا وقبضوا عليه واعترف بالواقعة والجريمة بتاعته. وطبعا جمال عرف وخد بعضه ايه ونزل ورفع عليها قضية زنا، واتحكم عليها بسنتين عشان خاطر ايه؟ الزنا، قضية الزنا. اما محمد عليوة فاتحكم عليه. حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع آراء أعضائه بمعاقبة المتهم محمد عليوة جمال عليوة بالإعدام شنقا. وهنقول ايه بس؟ يعني ده اخرة المشي في الحرام. ده انت من ليلة الزفاف وانت بصل واحد تاني غير جوزك. جوزك عايشك في الحلال وراجل مبسوط ومسافر ويبعتلك فلوس ولكن انت مفيش فايدة فيك. خدت بعضك ورحت البيت ابوكي وخنتي برضو جوزك وخنتي ابوكي عند ابوكي، يعني خنتي ابوكي وخنتي جوزك. ده غير طبعا ان انت خنتي ربنا عز وجل. هنقول ايه بس؟ ربنا سبحانه وتعالى اداكي نصيبك من الستر انت وهو لغايه ما اتفضحتوا انتوا الاتنين. هنقول ايه غير لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.